السلام عليكم ومرحبا بكم. شراكم خياتي وشراكم صحاباتي، ان شاء الله يطلع عليكم هذا الفيديو كامل بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. رجعت لكم خدكم هند بواحد لاغوسات تاع البيتزا اللي نعتمدها دائما كي نكون راح نديرها للدار، ودائما تجي بنينه ودائما يشكروني عليها. اروحوا نعطيكم لاغوسات هذه وخلوها سر بيناتنا. مي قبل ما نبدا ندوز ديريكت باش نشكر المتتبعات تبعي وهذوك الناس اللي انضموا جدد ليا، نقول لكم شحال فرحتوني بلابوني تاعكم، يعطيكم الصحه. اما بالنسبه للناس اللي قدموا معايا وراهم يتبعوني دائما في قناتي، حبيت نقول لكم وجودكم هو اللي مطلع لي المورال ومخليني نكمل في الفيديوهات تاعي. ما عليكم الا ديروا لي جام وديروا لي ابوني وما تنساوش تخليوا لي كومونتير يطلع المورال. اروحوا دوكا نعطيكم الوصفه تاعنا. للوصفة نحتاجو في إناء راح نديرو كاس حليب دافي وثلاث مغارف زيت ومغرف خميرة تاع الخبز، نخليوهم يرتاحوا كامل مع بعضهم مدة 10 دقائق، ومن بعد تيك نعاودو نجو نخلطو هذاك الخليط تاعنا. راح يكون بدا تفاعل الحليب مع الخميرة، هذه حاجة باينة. ومن بعد راح نضيف لهم مغرف سكر. المغرف هذه تاع السكر عندها بزاف فوائد، كاين بزاف ناس يقولوا ماهيش لازمه كلش، بصح هي نو هي تنحي هذيك الحموضيه تاع العجينه وتخلي العجينه خفيفه تانيت. ديروا مغرف تاع سكر وديروا مغرف كبيره سكر ومغرف صغيره تاع الملح. الملح تاني يسهل لكم الطياب ويزيد البنه. وبالنسبه للفارينه لازم تكون مصفيه باش ما تخليكمش هكا دوك هكا هاد الحاجات. المهم ودرت 3 كيسان فارينه، كيما انا استحقيت 3 وشويه، ودرت لها الكيس تاع خميره تاع الحلوى. هذاك واش راح يدير؟ راح يخلينا البيتزا تاعنا تقرمش، سما كي ناكلو هذيك التقرميشه هي الصح في البيتزا. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي لاغوسات بسيطه ما فيها لا بيض لا زبده، وبالخف توجد وتجي بنينه بنينه وبواحد لاباط يا البنات، والله غير خفيفه خفيفه وتدوب فليت قبل ما تلحق للفم. فوالا راح نخلط العجينه بلا ما ندلكها، سما هذيك المرة تبقى تدلك وباش تجي العجينه هشه وخفيفه وقطنيه. نو، بلا غوسات هاديه، بلا ما تدلكي، بلا ما تعيي روحك، بلا بيتره بلا والو. خلطيها غير هكا، طمي العجينه تاعك وغلفيها بسيلوفان وحطيها في بلاصه تكون دافيه وخليها تخمر مده نص ساعه. بعد هاد نص ساعه راح تشوفي كيفاش راح يتضاعف الحجم تاعها وراح تجي من اروع ما يكون. بالنسبه لاصوص طوماط ما فين انا نخدمها في الدار، مي هاد المره كنت وحدي في الدار وما كاش شكون يقضي لي على بالكم. استعملت غير هديه لاصوص طوماط اللي كانت متواجده عندي في الدار، قلت علاش ما نسييهاش. وتاني استعملت فورماج نابولي باسكو هو اللي يدوب اللي عندهم. بيان سور تقدروا تستعملوا شيدر ولا فورماج اميره ولا اي حاجه حبيتوها ولا متواجده عندكم في الدار. ومن الفوق تقدروا ديروا اي حاجه كاين كيما قلت لكم وكيما مولفتكم، الجود من الموجود. فانا استعملت شويه صدر تاع الدجاج كان عندي، واستعملت البطاطا والفرماج وهاد حاجات يعني بسيطه نقدروا نفرحوا بهم روحتينا وناكلوا ماكله بنينه، ماشي كل يوم بيان سور. قليت هذاك شويه تاع الاسكالوب ورجعت بعد نص ساعه العجينه تاعي، وكيما راكم تشوفوا الحجم تاعها ضعف. نروح فوق لو بلان دو طرافاي تاعي ونبدا الخدمه تاعي. شوفوا انا شاطره، انا دائما كل ما نفتح البيتزا تجي مدوره بلا ما نسحق نقطعها ولا الشكل دائري. المهم نصح نتوما الا ما جاكم الشكل دائري وحبيتوها تجي مسقمه تقدروا تقطعوها بكش ما حاجه تكون مدوره، سواء عندكم مول ولا طبسي ولا غطيوه ولا اي حاجه حبيتوها. والحاجه اللي ما قلتها لكمش بلي هاد البيتزا من كثره اللي هي سهله ما راحش نطيبوها في الفرن، راح نطيبوها غير في المقله. شكون يعطيكم وصفه سهله كيما انا؟ كيما انا كيما ديالي باينه غير انا. فوالا في مقله هذيك لازم تكون النار ناقصه باش ما تحرقليش العجينه وباش طيب كامل. تقلبوها طيبوها على 2 جوايح وديروا من فوق لاصوص طوماط تكون راني نوصيكم النار تكون ناقصه، وديروا لاصوص طوماط الفرماج واي حاجه متوفره عندكم. ومن بعد تزيدوا تنقصوا للنار، لازم تكون ناقصه كما احنا نقولوا ان بتي فو هكا. ايوه، ونغطوها بغطيوه تكون على حساب المقله باش يذوب لنا الفرماج. انا ما عنديش الغطيوه تاع المقله هذه، اسمها غطيت
اي مقله عندي، بصح راكم تشوفوا جايه كبيره، اسما الفرماج ما دابليش مليح. بصح نتوما شوفوا مقله اللي تكون عندها غطيوتها تاعها باش يذوب لكم الفرماج. فوالا، وهذيك البيتزا تاعي ما نكذبش عليكم، البيتزا الاولى فاتني فيها طياب وتحرقت لي شويه، زعما قاعده نوصي فيكم نقصوا النار نقصوا النار. شوفوا كيفاش طابت شويه بزياده، بصح انا عجبتني باسكو نحب هكا حاجه شغل جات تقرمش وما فيهاش كامل الجو تاع تحرقت ولا نو، بالعكس جات مليحه. وبالنسبه للعجينه تاعي انا خرجت لي 4 خبزات، بصح نتوما الا كانوا الخبزات تاعكم كبار راح تخرج لكم زوج، والا كانوا صغار راح تخرج لكم من 4 حتى ل6 خبزات. فوالا. كما قلت لكم، وحده درتها بشويه سكالوب، وحده درتها بالطو، كل حاجه كما حبيتوا. يعني هذه الحاجه ترجع لكم ليكم ويبقاو هادو اذواق. وش راح نقول لكم البنات، والله غير لاغوسات هذه عندي بزاف وانا معتمدتها، ودائما تجي بنينه ودائما يشكروني. بابا انسان قراب ما يحبش هاد الماكلات، بصح كي نطيب انا البيتزا هذه ياكل ويزيد. فوالا، ودرت لها زيت زيتون باسكو زيت الزيتون يعطي لها واحد الرغو يا البنات. بوني حابه نسي نحي هذه كلمه يا البنات، ما باش نقول يا صحاباتي ولا، بصح ما قدرتش، دائما نقول يا البنات. المهم، درت لها شويه مايونيز وشهيتكم في الجنه حبيباتي. اللي تشهاتها تنوض دوك تطيبها وتبعت لي نشوف النتيجه تاعها في انستغرام ولا في الفيسبوك، حنجرب نخلي لكم في صندوق الوصف او في التعليق المثبت اسفل الفيديو. وهنا نقول لكم لحقنا نهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.